بص يا برو، هنشرح النهارده مشروع العطاره وهنوضح كل حاجه تخص المشروع ده بالتفصيل وخطوه بخطوه من البدايه للنهايه، وهنجاوب على اسئله كتير زي اقدر ابدا بكام، ازاي اختار المحل، ازاي اسوق للمحل عشان اضمن ان احقق مبيعات باذن الله، ازاي ادير المحل بشكل سليم عشان اتجنب الخساره واحقق ربح، وازاي اقسم فلوس البضاعه اللي معايا واجيب بضاعه من فين بسعر كويس، وايه النصايح والتريكات بتاعه المجال ده ومحتاج اعرفها ولا غنى عنها عشان اضمن نجاح مشروعي باذن الله. مبدئيا كده وقبل اي حاجه عايز اقول لك، لو ما كانش عندك صبر لحد ما تربي زبون وضمير ويكون ضميرك حي وصبر لحد ما تكسب، فبلاش تفكر في المشروع ده، لاني للاسف لما حبيت ادرس الموضوع ده من جميع النواحي عشان الخصه لحضراتكم اكتشفت ان المجال ده الغش فيه سهل قوي. يعني عندك مثلا في التوابل تلاقيه بيغش الفلفل الاسود بالبقسماط، وتلاقيه بيغش الكمون اللي سعر الكيلو فيه غالي ويضيف عليه زهرة الكمون اللي يعتبر سعرها ببلاش، وتلاقيه بيغش الجنزبيل بالدقيق، وتلاقيه بيغش الكركم بدقيق ولون، اللي هو يخرب بيتك مجال. والمشكله ان مفيش عليك رقيب غير ضميرك وربنا. فالمهم دي كانت نقطة حبيت أوضحها في البداية. ودلوقتي اعمل لايك واشترك في القناة وتعالى اما احكي لك قصة المشروع ده. نروح مع أول سؤال وهو أقدر أبدأ بكام؟ تقريبا محتاج في حدود 50,000 جنيه عشان تعرف تبدأ. ثاني سؤال وهو إزاي أختار المحل؟ لازم تاخد بالك من الثلاث شروط دول وأنت بتختار المحل. واحد، لازم تفتح في منطقة سكنية وتكون زحمة بالسكان. اتنين، اوعى تفتح جنب عطار فاتح قبلك في نفس المنطقة، يعني حاول تختار مكان او منطقه ما يكونش فيها عطار غيرك. 3، لازم المحل اللي تختاره يكون كويس جدا في نقطه التهويه والتخزين عشان مفيش حاجه من البضاعه اللي معاك تبوظ او تسوس منك. نروح لثالث سؤال وهو ازاي اسوق للمحل. في عندك طرق وساليب كتير، زي انك تطبع ورق وتكتب فيه وصفات وخلطات معينه وتوزعها على الناس في الشارع، او انك تعمل صفحه على النت سواء على الفيس او التيك توك او غيره من المنصات وتطلع تشرح للناس وصفات وخلطات انت تعرفها ورد على اسئله الناس وتجاوب معاهم، وساعتها ده هيزود ثقة الناس فيك وهيخليهم حابين ان هم يتعاملوا معاك بشكل اكتر. نروح للسؤال الرابع وهو ازاي ادير المحل. بص، لازم اللي هيكون واقف في المحل يكون فاهم في امور العطارة، لان العطارة دلوقتي ما بقتش علافة وتوابل وبس، لا ده بقى فيها دلوقتي وبشكل اساسي موضوع الطب البديل، يعني لو بشتكي من كذا اخد كذا. فعشان كده لازم اللي يقف في المحل يكون فاهم في كل الامور دي. طيب لو انت جديد في الموضوع وحابب انك تفتح مشروع العطاره، فحاول تتعب نفسك وتتعلم وتذاكر على قد ما تقدر، وفي عندك طرق كتير للتعليم منها اليوتيوب. نروح للسؤال الخامس وهو اجيب بضاعه من فين بسعر كويس. بص، في اماكن كتير قوي منها الازهر والموسكي وساحل رود الفرج، بس باختصار شديد المكان اللي لا يعلى عليه وهو ساحل اثر النبي، يعتبر فيه كل التشكيله وباسعار كويسه. نروح للسؤال السادس وهو ازاي اقسم الفلوس اللي معايا. بص، حاول ما تصرفش كتير في النقطه دي، فلو هتبدا مثلا بحدود 50,000 جنيه فحاول تخلي التجهيزات ما تتعداش منك 7,000 جنيه، لان في مشروع العطاره الاولويه للبضاعه ولازم يكون عندك اصناف كتير. لكن لو معاك مبلغ كبير فعيش يا باشا وظبط المحل بالطريقه اللي تعجبك. نروح للنقطه الاخيره والمهمه وهي النصايح والتريكات اللي محتاج اعرفها عشان اضمن نجاح مشروعي باذن الله. واحد، لازم قبل ما تجيب بضاعه كتير وتخزنها تكون على درايه بامور التخزين عشان البضاعه ما تبص منك. 2، في نقطه التوابل لما تكون هتبيع حاجه مطحونه فحاول تطحن على قد الشغل، لان الحاجه لما بتتركن فتره في الهواء طعمها بيغير واوقات بيحصل فيها مشاكل وده هيخلي العملاء يشتكوا. 3، بضاعه العطاره اصنافها كتير وكتير قوي كمان، بس للاسف اللي هتلاقيه بيحرق معاك كميات هو عدد قليل من الاصناف، بس لازم ولابد ان كل الاصناف تكون متوفره عندك، لان لو العملاء كل ما يسالوا على صنف بيلاقوه مش موجود هيضطروا يروحوا لاقرب منافس. 4، حاول ما تحصرش نفسك في حاجه معينه، لان زي ما قلت لك العطاره بقى مجالها واسع قوي عن الاول، فحاول تستغل الموضوع ده لصالحك. يعني تقدر تشتغل في التوابل والعلافة، وكمان تقدر تشتغل في موضوع الأعشاب عشان الطب البديل. عندك كمان الحبوب زي الرز والعدس وغيره، ومنتجات السوبر ماركت زي الشاي والسمن والزيت، وكمان منتجات مستحضرات التجميل زي الزيوت والكريمات وغيرهم. 5، عايزك تعرف ان مشروع العطارة فيه ميزتين مهمين قوي. الأولى ان مفيش بيت مش بيستخدم منتجات العطارة. 2، سهل قوي انك تلاقي في كل منطقة اكتر من سوبر ماركت، لكن العطارة لا، فالمنافسة فيه بتبقى على الهادي. 6، عيب قوي بعد كل المجهود ده انك ما تعملش لايك واشتراك في القناة. سلام.